أنا أشوف جاري، طبعا هذا الزاهد يتكلم به من قال سال، أنا أشوف جاري مغير طباعه، يحب التجارة ما عنده قناعة، ولا عاد صلى صلاة الجماعة، عسى الله يجيب العواقب سليمة. النصيحة يا جاري من صفى النية، لا تمسك في الدنيا وترغبها، كلها فانية سبحان واليها، كلها فانية سبحان واليها. رد عليها الطماع قال أحب المظاهر وأحب التجارة، وعندي مزارع وعندي عمارة، وكل من أولادي عنده سيارة، أتمتع بمالي وشلكم فيه، وانت يا جاري احذر لا تنشبها، لا تناهز يمين ما تقاويها، رد عليه الزاهد قال ترى جمعك المال ما هو سعادة، لكن السعادة في زود العبادة، تزهد ومارس حياة الزهادة، العقيدة على الإيمان مبنية، نعبد الله وللدنيا تجاربها، والمواجب ناخذها ونعطيها، رد عليه الطماع قال ترى المال عندي شرابي وزادي، ونميه بين الحضر والبوادي، وعاند ولا أحد يقاوم عنادي، أنت مسكين في عينك حواليه، ما تشوف الظروف اللي نعيش بها، المظاهر تحب الناس راعيها، رد عليه الزاهد قال تذكر نهار اللقاء والحساب مع ربنا وش يكون الجواب، وتبقى قبل يجيك صوت العذاب، أنت مغرور وهدفك تجارية، لقمتك لا تكبرها تغصبها، ثم نعجاز عن العله نداويها، رد عليه الطماع قال لو كان البشر كلهم مثل جاري، مجامل وعنده تخلف حضاري، يكون ما حد في جيوب مصاري، أنت ما عندك إلا بيت وارضية، والمشاريع ما تعرف مكاسبه، عيشة الفقر يا مكثر بلاويها، رد عليه الزاهد قال يا كم تاجر قصر الموت حبله، ولا فاده المال كثره وقل له، ولو مات قد مات قارون قبله، مكرة الوقت مامورة ومنهية، دنيا لوهام حتى لو تغربه، يشرب الموت ضامها وراويها، تدخل بينهم طرف ثالث مصلح قال أنا عندي الحل يا أهل القضية، الأرزاق من عند رب البرية، ولا واحد ينتقد من خويه، عسى الله أنت يا تاجر حسبت ماليه، اليمين البخيلة لا تمد بها، والزكاة أسألك بالله توديها، وسلامة الجميع. أحبابنا إن شاء الله.